بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في كورس Fix Your Accent The Arab Speaker's Guide. أم، تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هي أهداف كورس Fix Your Accent. في الكورس ده هنتقن نمبر 1 إتقان ال 44 sounds ال 44 صوت اللي في الإنجليش اللي هم عبارة عن 20 vowels 20 صوت متحرك و 24 consonants 24 صوت ساكن. كمان من أهداف الكورس إن إحنا هنفهم ونقرأ الرموز الصوتية الدولية اللي هي الاي بي اي لفك شفرة أي كلمة. طبعا ال 44 صوت دولت لهم رموز صوتية، هنشرح ونفهم ونحفظ الرموز ديت اللي تخلينا نقدر نطلع نطق أي كلمة من أي ديكشنريز أو ابلكيشنز بكل سهولة. من الأهداف كمان تصحيح أخطاء النطق الشائعة للناطقين بالعربية، ودي أهم حاجة في الكورس، لأن الكورس Fix Your Accent، صحح وظبط نطقك. إحنا هنعرفكم إيه هي الأخطاء اللي بنقع فيها إحنا كعرب، ونقف على الأخطاء ديت ونحللها ونوضحها، وبعدين هنعمل إيه؟ هنصحح الأخطاء ديت بحيث إن إحنا نطقنا يكون أقرب للإيه؟ للنيتيف سبيكرز. في كمان من الأهداف ممارسة الكونكتد سبيتش اللي هو الكلام المتصل للتحدث بطلاقة وسلاسة، وهنعرف قواعد الكونكتد سبيتش. كمان في تطوير القدرة على تحليل الكلمات لأصواتها الفردية وتحسين القراءة والتهجئة. ومن الأهداف كمان بناء ثقة كاملة في النطق الصحيح بدون الاعتماد على الآخرين. هنبدأ مع بعض من الصفر، هنفهم أسرار النطق الصحيح من مخارج الحروف وطريقة النطق. أنا عزمي منظور، حصل على دبلوم التاسل اللي هو Teaching English to Speakers of Other Languages من جامعة أريزونا، وحصل كمان على كورس في ال Pronunciation of American English من جامعة كاليفورنيا. طبعا قناتي على اليوتيوب هي القناة الأولى عربيا اللي بتشرح الفوناتكس والفونولوجي النطق. فيها ما يقرب من 100,000 مشترك، اهو أكتر من 95 سبسكرايبرز، وفيها مشاهدة ما يقرب أو أكثر من 5 مليون مشاهدة، وأنا في القناة ديت هي تعتبر الأولى عربيا في شرح الصوتيات والنطق الصحيح والفوناتكس والفونولوجي. let's start، يلا بينا نبدأ. اوكي، في البداية لازم نكون عارفين the sound factory اللي هو هنسميه مصنع الأصوات، اللي هو your articulators اللي هي أعضاء النطق. أعضاء النطق هنا الارتكليترز ديت هي ترانسفورم، بتحول لي الساوندز اللي بتطلع من اللانجز into intelligible speech إلى كلام مفهوم، يعني understandable speech. يبقى هنا الارتكليترز هي اللي بتحول الساوندز ل intelligible speech. زي ما احنا شايفين كده ديت هي الارتكليترز اعضاء النطق. ناخد فكره، عندنا حاجه اسمها النيزل كافيتي، ده التجويف الانفي اللي بيطلع منه بعض الاصوات وهنعرفها بالتفصيل. عندي التانج اللسان، وبيتقسم الى تيب طرف اللسان والبليد والفرونت وفي باك والروت. عندي كمان الفيولر ريدج اللي هي المنطقه اللي بتكون مشنشره خلف الاسنان الاماميه. عندي كمان الهارت باليت اللي هو سقف الفم، المنطقه الصلبه، وراها على طول المنطقه اللينه بنسميها السوفت باليت او الفيلم. عندنا كمان من اعضاء النطق اليوفيولا اللي هي اللهاه، الجزء اللي بيتحرك ده عشان يقفل على النيزل كافيتي فيديلي الاورال ساوندز، وبيقفل لي على الاورال كافيتي عشان يطلع لي النيزل ساوندز اللي هي الاصوات الايه الانفيه. عندي اهم ارتكليتر عضو اللي هو اللارynx اللي هي الحنجره، وموجود جوه الحنجره ديت الفوكال فولدز اللي هي الاحبال الصوتيه. كده هنخدنا في البدايه فكره عن اعضاء النطق اللي هي الارتكليترز. طيب الارتكليترز دي بقى ممكن تكون اكتف نشطه or passive او غير نشطه، يعني اكتف بتتحرك وباسيف في اعضاء النطق مش بتتحرك. تعال نعرف تفاصيلهم. اوكي، عندي الاكتف ارتكليترز اعضاء النطق النشطه اللي هي ممكن نسميها movable parts، هي الموفابل بارتس، الاجزاء او الاعضاء اللي في النطق
بتتحرك. يبقى هي الارتكليترز that move بتتحرك from their position of rest من مكانها towards another articulator في اتجاه الاعضاء النطق الاخرى. طيب انا عندي ايه هما بقى الاكتيف ارتكليترز؟ الاكتيف ارتكليترز دايما هما الايه اللور ارتكليترز الموجودين تحت هنا في اسفل الايه، هنقول في اسفل الفيس يعني. عندي اللي هي اللابس وخاصة اللور لاب. اللور لاب تعتبر اكتيف ارتكليتر بتتحرك وانا بنطق الاصوات في الانجليش. التانج ده تانج اللسان طبعا، اللسان ده طبعا بيتحرك عند الالفيرال ريدج او يطلع into او towards the heart palate عشان نطلع بعض الاصوات وهنعرف دلوقتي. يبقى اللسان بيتحرك بيتحرك، يبقى ده اكتيف ارتكليتر. اليوفيولا اللي هي اللهاه المنطقه دي او السوفت باليت بيتحرك عشان يطلع لي النيزل ساوندز او يطلع لي هنا من الماوث كافيتي بعض الاصوات اللي هي ايه الاورال ساوندز. اللور جاو طبعا الفك بيتحرك. اوكي، عندي كمان الفوكال فولز او الجلوتس اللي هي الفتحه او الجاب اللي بتكون موجوده في الحنجره اللي هي الاحبال الصوتيه، والفتحه اللي بين الاحبال الصوتيه طبعا بتتحرك عشان تطلع لي الاصوات. يبقى دي كلها الايه الاكتيف ارتكليترز يعني موفابل بارتس، هي الاعضاء اللي بتتحرك. طيب تعال نشوف بقى الباسيف ارتكليترز. باسيف ارتكليترز بتكون فيكست articulators ثابته مكانها مش بتتحرك. يبقى هي الارتكليترز يعني هي اعضاء النطق اللي that don't move from their position، مش بتتحرك من ايه؟ من مكانها. ودايما هي موجوده فين بقى؟ هي ال upper articulators اهي، هي العلويه، اعضاء النطق العلويه. لو جينا نشوفهم مع بعض هتلاقي عندي the upper اوكي عنهم the upper lip طبعا الشفة العلوية تعتبر passive articulator. the teeth طبعا الأسنان مش بتتحرك وأنا بنطق، لا هو التانج اللسان بيروح لها عشان ينتج لي the أو sound. the alveolar ridge المنطقة المشنشرة ديت اللي هي الالفيولار ريدج طبعا تعتبر passive articulator يعني don't move or doesn't move. الهارت باليت سقف الفم طبعا مش بيتحرك، التانج اللي بيروح في اتجاه الايه الهارت باليت. يبقى الهارت باليت من الباسيف ارتكليترز، السوفت باليت من الايه الباسيف ارتكليتر. يبقى دول كلهم باسيف articulators معناها الارتكليترز اعضاء النطق اللي that don't move from their position. طيب احنا في الكورس ده في نهايته هنكون عارفين ايه هو الشارت ده، الجدول ده. الجدول ده بنسميه بقى the complete map of English consonants، ده خاص بالانجلش consonants بالاصوات الساكنه. بنعرف فيه the place of each sound، المكان بتاع كل صوت يعني where the sound is made، ده البليس. ده البليس زي bilabial هنعرف دلوقتي التفاصيل دي. bilabial يعني شفهي، وليبيدنتال شفهي اسناني، ودنتال والفيولر وبالاتال وفيلر وجلوتال. ده البليس يعني البليس يعني where the sound is made، الصوت بيطلع منين؟ من الارتكليترز. بنعرف كمان المانر من خلال الكورس بالتفصيل ان شاء الله how the sound is made، كيف وطريقه نطق الاصوات. كيف اللي هي الايه العمود ده اللي هي المانر اهوت، ممكن يكون الصوت ده stop بلوسيف انفجاري زي ب او د او ك في انفجار او بنسميه ستوب. فريكاتيف احتكاكي او همسي زي ف س ش، وهنعرف ده بالتفصيل. افريكات ونيزل انفي وليكويد وجلايد. بنعرف كمان في كل صوت هندرسه الفويسنج يعني الفايبريشن، هل الصوت ده فويست لما يكون فيه اللي هي البلس دي كده معناها voiced يعني فيه اهتزاز في الاحبال الصوتيه زي بي دو او دي د ج، يبقى ب د ج. او voiceless معناها ما فيش vibration في الفوكال ايه كوردز. دي طبعا هنعرف ده كله بالتفاصيل في ان شاء الله خلال الكورس ده. اوكي هنعرف كمان الفاولز، ده اسمه الفاول تشارت. ده الفاول تشارت عباره عن ايه الفاول تشارت بقى؟ ده بيحدد لي the position of the tongue، ده الفم من الداخل، ده ممكن نقول عليه الاورال كافيتي، وحركه التانج
في الماوث ممكن تكون هاي، ممكن يكون ميدل، ممكن يكون سنترال او باك. يعني ده كأنها ماب اوف ذا ماوث، وده هنعرفه بالتفاصيل برضو فين واحنا بندرس الفاول ساوندز، الاصوات المتحركه. نبدا مع اول مجموعه اصوات هنسميها bilabial sounds. bilabial يعني ايه bilabial؟ البايلابيال معناها البليس هنا بيكون اللبس. باي يعني to، labial يعني لب. يبقى وكأني بقول ان الاصوات ديت بنطقها منين؟ with the two lips، فسميناها bilabial يعني two lips. يبقى البليس lips. انا عندي four sounds بنسموهم bilabial sounds، اللي هي ب، ب، م، و. ونخلي بالنا دي مش حروف، دي مش letters. ليه؟ طالما موجودة بين two slashes العلامتين دولت، يبقى اللي جوه ده sounds. بس المفاجأة ان الصوت بيبقى نفس اللي هنا في المجموعة دي، هو نفس شكل الليتر الحرف. يبقى هنا ما اقولش ده P او B او M او W، لا ده صوت. يبقى ده صوت ايه؟ او ده الرمز الفوناتيك سيمبل، ده الرمز الصوتي الايه؟ ب، ب، م، و. تعال نشوف تفاصيل كل واحد لوحده. اول صوت عندي ب ساوند اللي في كلمة pen. خلي بالكم يبقى ده مش حرف ال P، ده صوت ب، ب. تعال نشوف تفاصيل الصوت ده. The sound ب، اول حاجة voiceless. يعني ايه voiceless؟ يعني مفيش vibration في الفوكال كوردز. يعني الحنجرة هنا اللارynx مفيش هنا vibration في الفوكال كوردز. طب انا اعرف منين؟ بحط 2 fingers صبعين ليا على اللارynx حنجرتي كده، ولا بنطق الصوت ده ب، ب. مفيش اي vibration اهتزاز في الاحبال الصوتية. طالما مفيش اهتزاز في الاحبال الصوتية بنسمى الصوت ده يبقى voiceless. اوكي؟ طيب bilabial، ما احنا لسه قايلين احنا اصلا اصواتنا دلوقتي كلها bilabial. يعني ايه bilabial؟ with both lips، يعني هنقول عليه صوت شفهي من الشفتين، ده معنى bilabial. يبقى ده البليس بتاعه. طيب المانر بنطقه ازاي بقى؟ بنسميها stop consonants. يعني ايه stop consonants؟ يعني plosives. يعني ايه plosives؟ اصوات انفجاريه. طيب هنلاحظ هنا هوت هي عبارة عن ايه بقى؟ speech sounds produced by what؟ completely blocking the airflow in the vocal tract. شايفين ده؟ هنا الهواء اهو completely blocked يعني مقفول اهو. انا قافل عليه كده، وبعد ما اقفل عليه كده بيحصل عشان كده بنسميها ايه؟ stop. كده انا قفلت اهو، وبعدين يبقى then releasing it suddenly، بطلقه بصوت انفجاري فجأة. لايك ايه بقى؟ لايك ميني اكسبلوجن، زي الانفجار. فسميناها ايه بقى؟ ستوب كونسونانت او بلاسيفز انفجاريه. فتبقى بالشكل ده. يبقى انا بقفل وبعدين بطلع انفجار من غير ما اعمل ايه؟ من غير ما اعمل فايبريشن في الفوكال كوردز، فتبقى شوف كلمه الانفجار ده. اوعى تقول ب، لا كده عملت انت ايه؟ اهتزاز في الاحبال الصوتيه. بطلع صوت همسي فقط ب، ب، بن. اوكي. طيب ايه هي الفوكابلري؟ ايه الكلمات اللي بتديني ذا ساوند ب؟ قال لي خلي بالك لما تكون at the beginning of a word، لما الصوت ده يجي في بدايه الكلمات او stressed syllable في بدايه مقطع عالي النبره في stress، بنخلي ب with a strong puffer. لازم يبقى فيه صوت انفجار شديدة، بنسميها aspirated، وكأنك بتنطقها ب. زي ايه؟ pen. شوف النطق pen مش بن، لا لازم يبقى فيه ب. ده اللي هي البافوفير. ليه؟ عشان الب جاية في أول الورد أو في أول ايه؟ الستريس syllable. ركز معايا. ب، pen، pencil، passports، paper plate، piece of pie، pillow، pictures، presents.
a CD player, plastic bag, toothpaste, newspaper. يبقى أنا هنا في بداية كل word أو في بداية الإيه الstressed syllable لازم أنا أقول ب، بنسميها aspirated. أوكي. طيب هنا بقى بتكون ال p sound is quieter. It does not have a strong puff of air. مفيش اللي هو الهواء الشديد ده أو اللي هي بنسميها aspirated. ليه؟ لأنها مش جاية في الأول، جاء في نهاية أو منتصف المقطع أو مش في مقطع stressed. فهتبقى map مش map. شوف أنا كنت بقول pen في انفجار شديد هنا. map, cup, envelope, slippers, napkins, spoon. Again, map, cup, envelope, slippers, napkins, spoon. مفيش أي puff of air أو مفيش، هي بنسميها unaspirated p sound. طيب listen and repeat. هتسمعني وبعدين underline the p sounds that are pronounced with a strong puff of air اللي يكون فيها صوت انفجار شديد. يا ترى مين فيهم؟ listen. Pairs, postcard, laptop, stamps, pennies, apple. عرفناهم؟ سامع حد بقى عارفهم. اوكي، يبقى ايه الوردز هنحط underline على الساوند لما يكون aspirated او بيخرج منه strong puff of air. هنلاحظ مين بقى؟ فعلا اهو. يبقى pairs عشان جاي في الاول. postcard yes، لكن laptop مش هينفع لان ال sound مش at the beginning او مش في مقطع stressed syllable. stamps طبعا مش مش aspirated. pennies yes جاي في الاول. apple طبعا مش هينفع apple لان ال p sound جاي فين؟ in the middle not at the beginning of the word. اوكي، بعد كده هنشوف ايه بقى؟ ما زلنا في p sound ونركز هنا. ده مش حرف ال P، ده طالما موجود between two slashes الشرطتين دولت يبقى ده صوت أو رمز صوتي، يبقى ده P. spelling patterns، ايه الأصوات، ايه الحروف اللي تديني الصوت بتاعي P sound؟ P زي pie tab، PE زي grape rube، PP apple ripped. اوكي، sentences تعال نشوف كده عشان نعمل practice. هنشوف جمل فيها ب sound. Number 1. Pick up the piece of paper. Pick up the piece of paper. Paul ate apple pie. Paul ate apple pie. Paul ate apple pie. اوكي، الساوند اللي بعد كده هيكون ده بقى ب ب ب. لاحظين حاجه؟ هنا في بقى ايه؟ vibration في الفوكال كوردز، عشان كده سماها ايه بقى؟ voiced. يبقى ده voiced ليه بقى؟ هنشوف كده، شوفهم في هنا اهو vibration في الفوكال ايه؟ كوردز، اهتزاز اهو في الاحبال الصوتيه اللي في اللارynx في الحنجره. لو انا حطيت تو فينجرز على اللارynx، لو حطيت صوابعي على الحنجره كده وانا بنطق الصوت ده هحس ان في فايبريشن عالي جدا. شوفوا ب ب ب ب بيبي بوي ب ب ب ب ب. طبعا bilabial احنا عرفنا خلاص ان bilabial ده البليس، مكان نطق الصوت ده ان هو with both lips يعني شفهي. stop consonants ما لسه قايلين دلوقتي ان stop consonant هو عباره عن ايه بقى؟ بنسميه البلاسيف ساوند، انفجاري، وعرفنا ان هو اسمه is made what when air is completely blocked. الهواء بيتقفل جامد جدا داخل الاورال كافيتي وبعدين يبقى بيحصل يبقى released، بنطلقه suddenly فيحصل الانفجار ده. هنلاحظ هنا الانفجار قليل ليه؟ لانه vibration ب ب ب. اوكي،
عشان نفرق بين ال ب ساوند اللي هي الفايسلس من غير فايبريشن في الفوكال كوردز، وبين ال ب اللي فيها فايبريشن اهتزاز في الاحبال الصوتيه. عامل لي word pairs، هنقول pie pie، pear bear، bell bell، cab cab، روب روب. هنلاحظ ان هنا مفيش ايه بقى اهتزاز في الاحبال الصوتيه. هنا في الب في اهتزاز في الاحبال الصوتيه. ركز تاني معايا، نركز تاني في الاختلاف بين مفيش بقى بي تقيله وبي خفيفه، في اللي هي ب فايسلس وب فايست، واحده مفيش اهتزاز والتانيه فيها اهتزاز. نسمع ونركز في الاهتزاز في الفايبريشن في الفوكال كوردز. باي باي، pear bear، bell bell، cap cab، robe robe. اوكي اوكي. ايه السبيلنج باترنز؟ ايه هي مجموعة الحروف اللي تديني ايه؟ ب ب ب، ده رمز صوتي phonetic symbol، مش حرف البي عشان between two slashes. بقعد اكرر عشان هنحفظ. ب بي زي break lab، بي اي روب tube، بي بي bubble robbing. اوكي. ب sentences، جمل فيها الصوت ده ب. Betty bought a bike، Betty bought a bike. I borrowed a book، I borrowed a book. اوكي. ده بنعمل عليهم دايما shadowing، نقعد نعمل نسمع ونقلد الصوت وبعدين نعمل نسجل لنفسنا، وبعدين لحد ما ايه ما نحس ان احنا بنجيب نفس الساوند بالظبط. اوكي. تاني صوت معانا من البايلابيال ساوندز اللي هو يبقى ده مش ام، ده صوت، ده رمز phonetic symbol للساوند ايه زي مي. طيب ده ساوند فايست، طبعا فايست اهو في فايبريشن في الفوكال كوردز. حط ايدي او صابع على الحنجره اهو وقول فعلا في رعشه، في فايبريشن زي بتاعت الموبايل كده، في فايبريشن في الفوكال كوردز، اهتزاز في الاحبال الصوتيه اهو. يبقى ده ايه فايست. يبقى لما حد يقول ان الصوت ده فايست يعني في فايبريشن في الفوكال كوردز. بعرفها من ايه؟ احط صوابعي على الحنجره، احس بهزه وزنه الاحبال الصوتيه. طبعا bilabial حفظناها خلاص. bilabial يعني with both lips، ده حرف او صوت شفهي bilabial. طب في كلمه جديده بقى nasal consonant او nasal sound. هنحس ان كلمه nasal قريبه من كلمه nose زي ما احنا شايفين اهو. شوف الصوت خارج منين. يبقى النيزل consonant او النيزل sound is a sound produced when air flows، الهواء بيخرج منين بقى؟ through the nose. الهواء هنا جه من اللارynx او من التراكيا القصبة الهوية او من اللونجز، عدى على اللارynx، خرج منين بقى؟ خرج من النوز، فسميناها ايه؟ nasal sound. طب امتى اخلي الصوت بتاعي يطلع من النوز او بنسميه نيزل؟ نيزل ليه؟ لان because the soft palate اللي هو الفيلم is lowered هنا كده، اللي هو الفيلم ده او اليوفيولا هنا اللي هو السوفت باليت بيكون lowered، بينزل لتحت كده، فيعمل ايه بقى؟ يفتح لي الباسج، الممر اللي هو ايه بقى بتاع النوز اللي بنسميه nasal cavity، فالصوت يطلع من النوز فنسمي الصوت ده ايه؟ nasal sound. يبقى ده nasal sound. طيب how it's produced زي ما احنا قلنا خلاص. يبقى الماوث passage is blocked، هو ده الماوث passage، الممر الايه؟ الفم ده اتقفل خلاص، ده مقفول، ده اتقفل. طيب لما ده يتقفل بقى بيحصل ايه بقى؟ الفيلم is lowered. الحته دي منطقه اسمها الفيلم او السوفت باليت، لما بترتخي كده بقفل انا ده وافتح الباسج بتاعت النوز او النيزل كافيتي، فيطلع صوت منين؟
من النوز فنسميه nasal consonant او nasal sound. طيب يبقى ال air escapes through the nose، يبقى the sound comes through what؟ nose. عاوز تتأكد كده حاول وانت بتنطق نقفل النوز الأنف مرة واحدة. قفل الصوت يبقى ده nasal sound. وايه voiced يعني في vibration في الفوكال chords. اوكي طيب هندور على السبيلينج. ايه هي مجموعة الليترز اللي بتديني الصوت M him film me time whom summer common MB وبتكون البي silent زي dumb ولام LM والL بتكون silent زي come palm MN N is silent بتكون ال N silent autumn. يبقى دي مجموعة الايه الليترز اللي بتنتج لي sound. تعال نشوف بقى sentences على الساوند الصوت بتاعنا. mom is moving to Manchester. Mom is moving to Manchester. I'm coming home. I am coming home. يبقى ده صوت ايه بقى؟ sound. اوكي الصوت اللي معنا اللي هو يعتبر اخر صوت في البايلابيال sounds و والجمال ان الصوت ماشي مع الايه؟ مع الليتر يعني شكله. يبقى ده صوت ده ساوند او الفوناتيك سامبل، ده الرمز الصوتي اللي wet wet. طيب ده الساوند هو ايه؟ voiced طبعا اهو. في ايه بقى؟ في vibration في الفوكال كورد زي اهتزاز اهو. حط يلا 2 fingers على اللارynx على الحنجره وقول wet في vibration يبقى هو voiced. bilabial خلاص احنا عارفين هو bilabial عشان with two lips وده شكل الايه؟ اللابس وانا بقول sound. طيب في بقى glide. glide consonant يعني ايه glide؟ ده glide دي معناها slide معناها move. يبقى glide means ان الارتكليترز اللي هي اللبس ديت glide يعني move smoothly بكل اريحيه وبسهوله from one position to another position. يبقى there is not no fall blockage of air. مفيش قفل كامل للايه؟ للهواء زي ال وال مفيش قفل sound. يبقى the sound ايه بيعمل ايه؟ بيحصل له بقى slides بيتحرك moves او glides quickly. تعال نشوف كده الاكزامبلز. انا بقول ايه اللي حصل بقى؟ ان ال sound هنا glides يعني moves يعني slides into e بكل سهوله اهو we. طب لما اقول water او water ايه اللي حصل هنا؟ برضو حصل السلايدنج او الموفينج السموثلي بين ايه بقى؟ بين الو وال او ساوند او ساوند. ده السبب اللي احنا بنسميه جلايد ساوند. طيب اوكي يبقى ده ايه بقى؟ ده صوت ساوند. تعال نقارن ما بين v و في we vet wet vest west vine wine veil whale. يبقى انا عندي sound. اوكي الحاجه الجميله في الكورس زي ما احنا قلنا ان عنوان الكورس بتاعنا او اسمه fix your accent. صحح واضبط وصلح الاكسنت اللهجه او النطق بتاعك. الكورس مليان تجميع لاخطائنا كعرب وبنصححها ونقف عليها زي ده. انا عندي هنا ساوند في ان ده بيعتبر يعني الاربز ايرز اخطاء العرب في نطق ساوند. انا عندي الساوند اهو ف واين قال لي ده مفيش فيها مشكله مفيش فيها ايرور كلنا هنقول واين.
لكن بعض العرب بينطقوها ايه بقى ديت؟ ها هنا كاتب لي بتتنطق هوان. في ناس بتنسى تقول لك هوان. يبقى الايرور فين هنا؟ انه زود صوت ال فبقيت هوان. المفروض الكراكت برانسيشن تكون ايه؟ وان. يبقى ديت وان مش هوان. وويتش من غير اله ساوند او من غير الاتش، لكن ما نقولهاش هويتش. يبقى when which when which. اوكي. السبيلنج باترنز، الانماط او الليترز اللي بتديني و ساوند زي W، زي when switch when switch. ال WH زي white when white when. او ال U في quit persuade. يبقى هنا في الساوند و quit persuade. طيب و sentences، جمل بتديني صوت و sound. و we always work on Wednesdays. We always work on Wednesdays. Well went to Wembley. Well went to Wembley. يبقى ده كان ايه؟ و sound. اخر حاجه بقى بنجمع الفور bilabial sounds. كل الاصوات البايلابيال اللي هي الشفهيه بنجمعها فين؟ في dialogue، في محادثه كده at the party، عشان نقف عليها بقى فين؟ في dialogue كامل، فنشوف هننطق الاصوات دي ازاي بعد ما احنا عرفنا البليس المكان بتاعها والمانر طريقه نطقها، وعرفنا اللي هي الفويسنج يا ترى هي voiced ولا voiceless، يعني فيه اهتزاز في الاحبال الصوتيه ولا لا. اوكي listen between A and B. Wow, this is a wonderful party. The music is perfect. Thanks. Please bring your mates and grab some food. My friend Ben made a big bowl of pasta. Perfect. I'll be right back. I want to try some. يبقى أنا جمعت كل البايلابيال ساوندز في الدايلوج ده، اللي هي ب و. نسمعهم تاني الأصوات. ب و. اوكي listen again. اسمع تاني الدايلوج، والمفروض انت نسمع الدايلوج تاني، واعمل شادوينج ان انا اسمع، باز اقفل اوقف، وبعدين اقلد النطق، وبعدين لحد ما اوصل ان انا اكون متمكن جدا من الايه، من ان انا انطق الدايلوج ده بشكل صحيح جدا. ابدا اعمل ايه بقى؟ ابدا اعمل ريكورد، تسجيل لنفسي، او اعمل او ريكورد ماي فويس، اسجل بصوتي. اوكي listen again. Wow, this is a wonderful party. The music is perfect. Thanks. Please bring your mates and grab some food. My friend Ben made a big bowl of pasta. Perfect. I'll be right back. I want to try some. Okay? بكده انتهينا من البايلابيال ساوندز، وهم عبارة عن 4 bilabial sounds، 4 أصوات شفهية، اللي هي ب و. Thanks.